اهلا وسهلا بيكم طلبة الثانوية العامة في الحلقة الثانية من المراجعة بتاعة الفيزياء. اهم حاجة زي ما احنا قلنا تركز وعينيك وتحط عينيك وسط راسك. تمام كده يا شباب؟ احنا الحصة اللي فاتت وقفنا عند سؤال خطير جدا، قلنا هنحله او هنكمله الحصة اللي جاية. في الحلقة دي هنبدأ نتكلم عن السؤال اللي قدامنا ده في الشاشة. في الشكل المقابل لديك بطاريتان تتصلان بمقاومة ثابتة R ومقاومة على التوالي، وكانت ال VB1 أكبر من ال VB2. يعني أنت عند حضرتك إن عندك 2 VB1، يعني VB1 أهو حضرتك ماله وادي ال VB2. تمام؟ قال لك هنا ال VB بتاعت الأول ده يعني أكبر من التانية. فالأول هنخلي بالنا قوي يا شباب من إيه؟ دي حالة إيه؟ قال لك دي على طول عملية إيه يا شباب؟ عملية شحن. ليه يا مستر؟ قال لك علشان القطب الموجب متصل مع القطب الموجب، والسالب نفس الكلام متصل مع السالب، يبقى دي عملية شحن. هركز قوي على السؤال. الار هنا قال لك لا تساوي صفر، لانها لو ساوت الصفر هنا او هنا مش هيبقى الحوار، مش هيبقى الاختيارات دي خالص. طب تعالى بقى نبدا واحده واحده كده مع بعض. بقول لك اختر الرسم المناسب للعلاقه بين الفي والفي وشده التيار عند تغير مقاومه الريستات. طيب هنا هو عايز قيمه الفي، انا بقى هنجيب واحده واحده كده. هو قال لك ان الفي والاي بس بيبدا من قيمه ويزيد. طيب سؤال يا شباب هنا برضو ازاي نعرف نفهمها مع بعض. اول حاجه انا عندي 3 في. تمام يا شباب؟ عندي كام في؟ 3 في. في 1 اللي هو على الفي بي اللي هي الكبيره اللي هتشحن، في 2 اللي هي على الفي بي الصغيره اللي هتتشحن، خلي بالك من الكلام اللي بقوله، وعندك في 3 اللي هو على بين طرفي المقاومه. تمام؟ طب السؤال نعمل ايه بعد كده؟ قال لك سهل قوي، احنا قلنا دي دايره شحن. تمام؟ يعني الفي بي هنا، ايوه يا شباب انا سامعك، هيساوي ايه؟ قال لي ايوه يا مستر، في بي ناقص اي في ار. اشمعنى ناقص؟ لان ده هيشحن يا مستر. تمام؟ طب ده قال لك في بي زائد اي في ار. ليه يا مستر؟ لانه ده هيتشحن. برافو عليك. طيب الفي 3 ده قال لك هيساوي اي في ار. برافو عليك. يبقى ده اسئله سهله جدا. طب تمام، ملحوظه، ده بيتناسب عكسي مع شده التيار، يعني الفي 1 هيتناسب عكسي مع شده التيار، يبقى الفي 1 هيبقى الاجابه ب. برافو عليك. طيب الفي 3 هيتناسب طردي مع شده التيار، يعني مين؟ يعني الاي، لانه قال لك عند تغير مقاومه الريوستات. برافو. طب الفي 2 قال لك ده يا مستر هيتشحن، يعني القانون بتاعه في بي زائد اي في ار، فالاجابه الاصح هتبقى رقم الف، يبقى في 2 هيبقى عند الف، الفي 1 عند ب، والفي 3 يختار اختيار ج. طب دلوقتي ده السؤال بتاعنا. هنا بقى النقطه دي تساوي ايه والنقطه دي تساوي ايه؟ ايوه اكتب كده في تعليقاتكم النقطه دي هتساوي ايه يا شباب والنقطه دي هتساوي ايه يا شباب. نستنى ولا نحلها؟ لا انا بقول نحلها احسن عشان بتيجي في الامتحان. يبقى النقطه دي بتساوي الفي بي والنقطه دي الفي بي. خلي بالك قوي من السؤال ده عشان ده مهم جدا. ده بالنسبه للسؤال الخطير اللي احنا مأجلينه من الاسبوع اللي فات. نبدا بقى اسئلتنا النهارده. مجهز لكم اسئله حلوه جدا وجميله جدا، وهنلم بيها ان شاء الله الفصل الاول، وباذن الله في بقيه الفصول ان شاء الله. نبدا السؤال اللي بعد كده يا شباب. في الشكل المقابل، عند احتراق المصباح نقط فإن باقي المصابيح لا يضيء. يعني احترق واحد، يعني واحد احترق، الباقي كله هيتوقف، مش هيكمل. يبقى اكيد عرفت ان ده لازم يكون متوصل على ايه يا شباب؟ ايوه برافو عليك، لازم يكون متوصل على التوالي. طيب لو كان توازي طبعا التيار هيعدي من الناحيه الثانيه، يبقى الاجابه A ولا B ولا C؟ تاني يا شباب، A ولا B ولا C؟ ايوه برافو عليك، يبقى ايه هي الاجابه الاصح. تمام. وفرق الجهد بين طرفي العمود. طب فرق الجهد هنا بين طرفي العمود تقل ولا تزداد ولا تظل ثابته؟ طبعا فرق الجهد بين طرفي العمود، خلي بالكم هنا قال لك ان الار لا تساوي صفر، يعني بالتالي الفي هيساوي ايه لما يكون ما فيش تيار هيعدي؟ هيساوي الفي بي، يعني معنى ذلك ان الفي هتبقى اكبر ما يمكن، يعني في الحقيقه هتبقى تزداد. ده سؤال جميل خلي بالكم منه يا شباب. نخش بعد كده على السؤال اللي بعد كده. في الدائره الكهربيه الموضحه اذا قلت قيمه المقاومه المتغيره اس فان النسب التاليه تقل. استنى بقى، تعالى بقى واحده واحده كده، وما تستعجلش قوي في السؤال ده، يعني براحتك كده وهتلاقي كل حاجه ان شاء الله زي الفل.
اول حاجه تخلي بالك بس يا شباب كده، الدايره الكهربيه الموضحه، نقرا السؤال تاني كده يا شباب معلش. في الدايره الكهربيه الموضحه هو عايز لما ازود الاس، فين الاس سيادتك؟ اهي ادي الاس. يبقى لما ازود الاس حضرتك فاي النسب التاليه تقل. ايه النسب اللي هتقل؟ تمام، هل V1 على V2 على VB؟ تمام، يعني معنى ذلك ان V1 على VB، ولا V2 على V1، ولا VB على V2، ولا V1 على V2؟ تعال بقى واحده واحده. لما حضرتك هتزود الاس ده المقاومه هتكبر، صح؟ التيار ايه؟ بس هو قال لك كلما قلت، يعني ايه؟ يعني الاس دي هتقل، يعني التيار هيزيد. طب الفي هنا قانونه ايه؟ اللي هو الفي 1 ده قال لك اي في ار. برافو، يعني الفي هيساوي اي في ار. تمام، يعني الاي زاد يبقى الفي 1 هيزيد، يبقى الفي 1 هنا هيزيد. برافو. وزي ما قلت في اول الحلقه ان الفي على مقاومه بيتناسب طردي مع شده التيار، يعني الفي بين طرفي المقاومه بيتناسب طردي مع شده التيار. طيب يعني الاي زاد، برافو عليك. طب الفي 2 قال لك ده على بين طرفي المصدر، يعني من الاخر كده هيقل. ليه؟ لان التيار زاد، فالقانون بتاعه الفي بي ناقص اي في ار، فانت زودت قيمه الاي في ار اللي هي اصلا بالسالب، فبالتالي الفي 2 هيقل. تمام يا شباب؟ يبقى تعالى بقى نعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا عندي دلوقتي هو عايز مين اللي هيقل؟ في 1 على في بي، لا ده هيزيد يا ريس. ليه؟ ما انا لسه حسبتها دلوقتي. طب الفي 2 على الفي 1، ده هتقل، صح؟ يبقى الاجابه رقم ب. هل اسكت؟ لا، اكمل السؤال تاني. في بي على في 2، في بي على في 2، طب ما صح، بس ده هيزيد مش هيقل، صح؟ يبقى ده هيزيد مش هيقل، يبقى ده كله هيزيد، يبقى الف وج هيزيدوا. طب في 1 على في 2 برضه هيزيد، يبقى الاجابه خلاص اخترنا رقم ب والدنيا زي الفل. اهم حاجه ابقى متاكد من السؤال كويس وانا بحل يا شباب. نخش بعد كده على السؤال رقم 2. طبقا للشكل المقابل فإن قراءة الفولتمتر تكون إيه؟ طيب السؤال ده كتير جدا هيقول لي لا استخدم ورقه وقلم. طبعا انت ممكن تستخدم ورقه وقلم وتكتب كده ومفيش اي مشكله، انت كده كده البابل شيت هيبقى معاك كراسه اسئله، يعني في ورقه ايه؟ في ورق فاضي، فتبدا تحل فيه براحتك زي ما انت عايز. بس دلوقتي السؤال بالشكل، يعني وانا دلوقتي احل ازاي بالشكل؟ افرض مثلا في اليوم ده انا حصل لي مثلا ظروف، انا لازم يبقى عندي خبره حل، لازم يكون عندي ايه يا شباب؟ خبره حل. دلوقتي نحلها ازاي؟ قال لك دلوقتي حضرتك انت عندك دلوقتي الفي بي بكام؟ ب 12. برافو. فالفي بي حضرتك نبدا كده نعرف ان هي فرق الجهد على قوه كل المقاومات. طيب ممكن حضرتك تجيب لي قيمه المقاومات؟ الشكل ده اللي هو ار وار دول توازي، مقاومتهم المكافئه هتبقى كام؟ ايوه صح، برافو عليك، يبقى نص. شاطر، يعني ده نص وده كمان نص، صح؟ والار ده ار، برافو. يعني هقول كده نص ونص 1 وار 2، يبقى قيمه المقاومه ب 2 ار. تمام، يعني الاي هيساوي 12 على 2 ار، يعني كام؟ يعني 12 على 2 ار يعني 6 على ار، يبقى قيمه الاي كلي 6 على ار، صح كده يا شباب؟ تمام. طب انت عايز الفي، خلاص 6 على ار في نص الار يديك 3 فولت، صح كده؟ لان الار هتروح مع الار. طب في طريقه ثانيه يا مستر؟ في اكتر من مليون طريقه، كل الطرق تؤدي الى روما، كل الطرق تؤدي الى ايه؟ الى الاجابه بتاعت الفيزياء، ما تقلقش. يبقى تعالى بقى نبدا يا شباب واحده واحده. ده وده قد بعض، صح؟ ايوه، يبقى ال 12 تتقسم كام حاجه؟ حاجتين، ده ياخد 6 ودول ياخدوا 6، صح؟ طب ما دول قد بعض، يعني ده 3 وده 3. برافو عليك. في طريقه ثانيه، ايه هي؟ ال 12 على كام؟ اول حاجه ما اقدرش اقول 12 على ار على طول، اوعى، خلي بالك. ليه؟ علشان هنا في مقاومات كمان، فما دام في مقاومات كمان تخلي بالك او منها. يبقى السؤال في طريقه ثانيه، ده نص وده نص وده 1، يبقى خلاص قيمتهم 2، يبقى 12 على الاتنين فيها 6، وعوض عادي مفيش اي مشكله، الدنيا زي الفل، ما تقلقش، كل حاجه تمام، كل حاجه زي الفل. نخش على السؤال اللي بعد كده يا شباب. بيقول لك في الدايره الكهربيه المقابله اذا كان مؤشر الجلفانومتر يستقر عند الصفر فان قراءه الامتر هي كام؟ السؤال ده خدنا زيه بالظبط الحصه اللي فاتت بس كان اقل منه شويه، فتعالى بقى نبدا يا شباب نعرف نجيبها ازاي. دلوقتي حضرتك احنا قلنا ايه؟ ركز كده معايا واحده واحده. قراءه الجلفانومتر بصفر، يعني التيار هنا كام؟
صفر. برافو. وما دام التيار حضرتك بصفر يعني خلاص يبقى نسب المقاومات هنا قد نسب المقاومات هنا. عملتها ايه المره اللي فاتت يا شباب؟ يلا يا شباب قول لي بقى. قال لي المستر قال لي ان نسبه المقاومات 3 بقت 9، يعني كاني ضربتها لكام؟ كاني ضربتها في 3. 3 في 3 اداني 9. يبقى الاجابه الستة الار تبقى كام؟ قال لك هتضربها كمان في 3 عشان يبقى نسب المقاومات قد بعض، يعني خلاص قيمه المقاومه دي ار هتبقى 18. برافو عليكم يا شباب. تمام؟ بعد كده نعمل ايه يا مستر؟ قال لي التسعة والتلاتة دول متوصلين على ايه؟ على التوالي، يعني قيمتهم هيبقوا 12 وال18 وال6 هيبقوا 24. تمام؟ ف 24 مع ال 12 يبقى قيمة المقاومة في الشكل ده اهو كله 8. برافو. طب انت عايز شدة التيار الأول، هي قراءة الأميتر فين أهي؟ يعني تاخد التيار الكلي على طول، يبقى في بي على ار زائد ار يعني 22 على 8 زائد 2 يبقى الناتج يبقى 2 امبير. الفيزياء سهلة يا شباب، ما تقلقش كل حاجة زي الفل إن شاء الله. نخش على السؤال اللي بعد كده. طبعا ده سؤال هراجعه معاكم واحدة واحدة كده والدنيا هتبقى زي الفل. السؤال اللي بعد كده تقريبا احنا خدنا زيه بالظبط في الشكل الدايرة الكهربية، طبعا 1.5 هشرحه على السريع مفيش أي مشكلة. هو قال لك لما تقفل المفتاح قيمة التيار هيبقى كام؟ يبقى أنت عندك 12 فولت والآر 2، معاك المقاومة لما تفتح المفتاح هتبقى معاك يبقى 5، يبقى الآر 12 على 1.5 فيها 8، يبقى قيمة الآر زي ما احنا خدناها الحصة اللي فاتت تبقى 7. مفيش اي مشكله يا شباب، دي سهله قوي. فنسبه المقاومات هنا 7، يبقى قيمه الار دي هتبقى كام من ال8؟ يبقى 1، يبقى قيمه الار ب1. لما تغلق تكون عند غلق المفتاح كي تكون قراءه الاميتر كام؟ لما تغلق المفتاح كي خلاص ده مش موجود معايا، يبقى 1 و2 3، يبقى 12 على 3 فيها الايه؟ الاربعه، وقراءه الفولتمتر 4 في 1 هتبقى بكام؟ ب4. ده خدناه الحصه اللي فاتت، ده سؤال حلو قوي مفيش اي مشكله فيه. السؤال بعد كده ده خدناه، ناخد السؤال الصعب ده. السؤال ده واحدة واحدة كده وخلي بالك قوي فيه، عشان أنا في طلبة كتير جدا احتارت في السؤال ده. الشكل المقابل علاقة بينية بين فرق الجهد عبر طرفي المقاومة وشدة التيار، يعني أنت عندك فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هو الفي وشدة التيار. تعالى يا شباب كده بتوع علم الرياضة هيحلوها بتكامل. طب أنا عندي تكامل في الفيزياء؟ لا. طب انا عندي ايه؟ انا عندي المنهج بتاع اولى ثانوي. السؤال ده ممكن تحله بمنهج اولى ثانوي. ازاي؟ فاكرين بتاع لما تجيب الميل او تجيب الكميه الفيزيائيه اللي هي حاصل ضرب فرق الصادات على فرق السينات؟ بنجيب المساحه بتاعت ايه؟ الشكل ده، مساحه الشكل ده. يا مستر ده بتاعت اولى ثانوي. فاكرها. طب تمام. طب ممكن نقرا السؤال واحده واحده كده. في الشكل المقابل علاقه بينيه بين فرق الجهد عبر طرفي مقاومه وشده التيار المار بها خلال 5 ثواني، يبقى التيب 5. برافو. فتكون الطاقة المستنفذة خلالها في تلك الفترة كام جول؟ طيب واحدة واحدة كده ما تيجي تجيب الايه؟ الباور او الفي في اي. طب ده في وده معناها يعني شدة التيار. في اي يعني انا لازم اجيب مساحة الشكل ده كله. برافو. طيب اجيبها ازاي؟ قال لك ده ايه يا شباب؟ ده مثلث وده ايه؟ ده مستطيل. خلاص مساحة المثلث كانت كام؟ نص القاعدة في الارتفاع، يعني مساحة المثلث حضرتك نص، ده نصه كام؟ ده 2 يبقى نص 1 في الارتفاع اللي هو كام؟ 10، يبقى 1 في 10 ب10. برافو. يبقى ده كام يا شباب؟ ب10، يبقى الحتة دي كلها ب10. طب تعالى هنا حضرتك المستطيل ده، المستطيل على طول وانت مغمض الطول في العرض. خلي بالكم في طلبة هتقع في مطب هنا بس انتوا مش هتاخدوا بالكم منه. يلا المطب نعديه. بدأ ب2 انتهى 8، يبقى الحتة دي كام؟ برافو 6. خلي بالك يعني العرض 6 والطول 10، 6 في 10 ب60. تمام. طب والمثلث ب10 اللي هو 1 في 10. برافو. يعني 10 في 10 زائد 60 يبقى معاك كام؟ 70. طب ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لحضرتك للسؤال بتاع الباور. يبقى احنا كده جبنا الباور. تمام. نخش بعد كده، يبقى احنا كده جبنا الباور. الباور هتطلع بكام؟ ب70. طب انا عايز اجيب الطاقه هتساوي باور في تي، يعني 70 في 5 يطلع معاك 350. خلي بالك من السؤال ده يا شباب.
السؤال ده مهم جدا مهم جدا مهم جدا. يبقى تخلي بالك، يبقى السؤال ده في ناس كتير جدا بتقع فيه. ده طريقته سهله قوي. هجيب مساحه الشكل ده نص القاعده في الارتفاع زائد الطول في العرض ومساحه المستطيل، كده جبت الباور واضربها في التي. المثال هيبقى رقم ب 350. ده سؤال حلو قوي. نخش بقى على السؤال اللي بعد كده يا شباب. السؤال بعد كده يا شباب ده كيرشوف. طب خلي بالك من كيرشوف، انا عندي كيرشوف ليه قانونين، قانون حفظ الطاقه وقانون حفظ الشحنه. خلي بالكم، قانون حفظ الشحنه بيقول لي ان التيار عند نقطه تياره الداخل والخارج قد بعض، يعني بيساوي صفر. يعني ايه؟ يعني الداخل قد الخارج. تمام. طب قانون حفظ الطاقه بيقول لي ان مجموع الفي بي هات كلها، يعني مجموع الفي هات يعني فروق الجهد بيساوي مجموع الفي بي، القوه الدافعه الكهربائيه. يعني بالاخر من الاخر كده الاسئله سهله والدنيا زي الفل ان شاء الله. في الشكل المقابل قيمه الاي واحد بتساوي كام؟ يا شباب الشكل ده ناس كتير جدا هتقول لي ده صعب، ولكن في الحقيقه هقول لك بعض الحاجات اللي انت تبدا تحل بيها في كيرشوف. لو انت عايز تجيب قيمه شده التيار، حضرتك تدور على اي نقطه داخل لها وطالع لها تيار، يعني في تيارين مع بعض. طب هل النقطه دي فيها تيارين؟ تنفع، صح؟ النقطه دي فيها تيارين؟ في اتنين اهم. طب دي لا يا عم، ده في اتنين مجاهيل ما ينفعش، اللي هو اي واحد واي اتنين. طب دي برضو تنفع. خدت بالكم؟ يبقى دور على النقطه اللي ارتاح فيها تريحني. اهم من الشغل ضبط الشغل. انت بتشتغل كويس الدنيا بقى زي الفل. طيب في الشكل المقابل قيمه الاي 1 هتساوي كام؟ تعالوا يا شباب واحده واحده بقى. دي النقطه حضرتك، دي العقده. طب ركز كده معايا، ينفع اخد دي عقده؟ لا ثانيه واحده، انت دي العقده، ينفع اخد دي؟ لا دي مش عقده يا شباب. العقده لازم يكون فيها اكتر من 3 تيار داخلين داخل وخارج منها. يعني داخل 6 طلع 4، يبقى التيار ده كام؟ ايوه يا شباب التيار ده 2. برافو عليك. يبقى 2 داخل اهو، صح؟ و2 داخل اهو، يبقى ده بكام حضرتك؟ يبقى داخل ب2 وده كمان داخل ب2، يبقى ده بكام؟ ب4. صح كده يا شباب؟ طب تمام. طب انا عايز اجيب التيار هنا حضرتك. يبقى التيار هنا حضرتك ال4 داخل وال4 داخل، يبقى ده كام؟ 8. يبقى ال8 طلع 6 و2. تمام. في ناس تحلها بطريقه تانية، تقول لك مش ده 6 و2 طالعين منه؟ يبقى ده كام؟ يبقى ده 8. برافو. طيب 8 ده داخل 4، يبقى ده اكيد غصب عني يكون كام؟ 4. صح. طب 4 طلع ودخل 2، يبقى ده كام؟ يبقى ده 2. دول طريقتين تحل بيهم. يبقى قيمه الاي 1 هتبقى كام يا شباب؟ قيمه الاي 1 هتبقى 2. طب وقيمه الاي 2 هيبقى 4. وده بالنسبه للسؤال اللي بعد كده. في الشكل المقابل قيمه الاي اكس تساوي كام؟ طبعا السؤال ده لو تفتكروه جه في 2008. السؤال ده هنا في مشكله لازم تخلي بالك منها قوي. ايه هي؟ انه ال10 دي مش حاططها داخل ولا خارج. يعني ال10 دي انا ما اعرفش هي داخله ولا خارجه. يبقى نعمل ايه؟ نبدا واحده واحده. احنا هنشتغل عادي الطبيعي بتاعنا ونفترضها ان هي داخل. لو طلعت بالموجب يبقى افتراضي صح. طب لو طلعت بالسالب يا مستر يبقى اكيد افتراضي غلط، يبقى اعكس. تمام يا شباب؟ يبقى تاني تخلي بالك قوي من السؤال ده. يبقى دلوقتي لو اداك حاجه زي كده ما حطهاش، افترض الافتراض اللي يعجبك. طلعت بالسالب اعكس افتراضك، يعني هو داخل طلع بالسالب يبقى افتراضي خارج. في اي مشكله في ده يا جماعه؟ تمام. طب دلوقتي هو عايز الاي اكس ده. طيب مين داخل حضرتك في النقطه؟ ادي النقطه حضرتك، مين داخل عليها؟ مين داخل على النقطه؟ اللي هو 2 و4 و9. مجموعهم كام؟ مجموعهم 15، يعني اللي داخل هنا 15. واحنا هنفترض ان الاي ده خارج. انا هقول كده خارج اهو. صح كده يا شباب؟ اهو. يبقى خارج ال10 ده خارج. تمام؟ تمام. وال8 خارج. يبقى نقول 10 و8 18. يبقى اللي خارج كام معايا؟ اللي خارج مني 18 تيار، 18 امبير. حلو. طب واللي داخل عليا 15 زائد الاي اكس، يعني الاي اكس يبقى نقول 18 ناقص كام يا شباب؟ ناقص ال 15، يطلع الاي اكس على طول وانا مغمض يبقى كام؟ 3. يبقى افتراض انا صح، يبقى ال10 اتجاهه الى الخارج. السؤال طبعا بتاع 2008 كان بيقول لك انا عايز قيمه الاي اكس واتجاه التيار في اتجاه التيار اللي هو قيمته 10 امبير، ده داخل ولا خارج وهكذا. تمام كده يا شباب؟ يبقى الاجابه الصحيحه 3. تمام. والاتجاه بتاعه ايه؟ 10 خارج. وبكده يا شباب خلصنا مراجعه الفصل الاول كامل.
يعني كده خلصنا الفصل الاول، مراجعه كده بسيطه، لمينا كل الافكار المتعلقه بالفصل الاول. باذن الله باذن الله هنكمل الحلقات الجايه، الفصول الباقيه. انتظرونا، وان شاء الله ربنا يوفقكم، وان شاء الله باذن الله تحققوا احلامكم، وباذن الله تبقى سنه سعيده، وان شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.